السلام عليكم ورحمة الله. دي تلاجة بيكو 600 لتر بتسبنسر. طبعا التلاجة دي النهاردة عاملة في السوق حوالي 57,000 جنيه. دي حتة استعمال بالمناسبة، مش فرز تاني، مع ان الحالة دي بيبيعوها فرز تاني. تمام، دي مش فرز تاني، دي استعمالي فعلا. طبعا ده عاملة 57,000 جنيه. احنا بنبيعوها استعمال ب18 ونص. هي جاية رخيصة، نبيعها رخيصة، ملناش دعوة هي بكام اصلا بره. سالب 18 ده خاص بالفريزر. طبعا السالب ده دايما في اي شاشة ديجيتال هو ده الفريزر، ده ضبط الفريزر. واللي تحت او اللي موجب او اللي مش بالسالب ده التبريد. خلينا نقولها كده ايه بالبلدي يعني. يبقى الفريزر والتبريد والانظمة زي الايكو والانلوك والحاجات دي، والايرور بيظهر في علامة الاي، وتسيح التلج وما الى ذلك. كل حاجة لها علامة. طبعا تلاجة باب ستانلس. تمام، غنية عن التعريف. يعني البيكو أشهر تلاجة في مصر، الناس كلها بتحبها. تلاجة منشأ تركي. السعة بتاعتها زي ما قلنا 600 لتر. يعني اللي عاوز تلاجة وفريزر مع بعض كده ايه، لوكشة واحدة. أنا مش بعرض لك التلاجة للبيع خالص، أنا بوريك التلاجة لأن أنا مستفز من سعرها بصراحة في السوق. يعني تخيل أنا عاوز أجيب تلاجة أروح ألاقيها داخلة على 60,000 جنيه. تمام. عندنا السامسونج كومبي اللي ذكرناه قبل كده، برضو ب18 ونص، بس دي فرز تاني بضمانها. سيلد بالكامل من الداخل، مفيش غير النقرات دي، ضمان وكتالوج. مش عارف افتحها للأسف. اللي عاوز ريفيو كامل ليها انا تحت امره. وعندنا انتاج الحربي اللي كنا بنبيعه الاسبوع اللي فات 19,450. انا اسف بس والله خلصت الكمية ونزلت على السعر الجديد للأسف، وانا اقل من السوق برضو 2000 جنيه. هي فرزة اول لونج لايف، دي انتاج حربي ضمان 5 سنين. هي في السوق ماشية 24 ونص و24 و23 ونص. انا ببيعها 22,500 بما يرضي الله زي ما جاتلي في الليستة، لان برضو انا مش مقتنع بموضوع الزيادة اليومية اللي بيحصل النهاردة. انا لسه انا الكمية اللي فاتت كانت اصلا حوالي 5 تلاجات، قالوا لي ده الكمية خلصت ودول اخر 5 تلاجات، فخدتهم بعت طبعا 19,450 والفيديو موجود. تمام، خلصت الكمية والحمد لله. فطلبت تاني، اتفاجئت بالفاتورة فيها السعر الجديد سعر غبي يعني، والزيادة غير مبررة لأن المنتج مستورد، ما تصنعش، مفيش صناعة جديدة ليه يعني، مفيش عملية إنتاج جديدة ليه. بس ده الحال على كل المنتجات، مش دي بس. يعني النهاردة أغلب المنتجات حتى فريش فيها أوفر برايس للأسف يعني. إلكترو ستار والله فيها أوفر برايس. النهاردة التاجر بيبيعها فوق الجملة، فوق الليستة، فوق لستة الشركة ب300 و400 و500 جنيه والله ساعات، لأن مفيش تلاجات النهاردة في السوق، وده الموسم بالنسبة للتاجر. والفريش دي نزلتها امبارح. اقول لكم السعر برضه، انا مش عارف سعرها في السوق ايه، بس دي نزلت لي ب 15 ايه. دي البي 400 بي 370 لقيتها ب15 وكسر، ولقيت البي 400 فرقها بسيط، فنزلت البي 400 ب16,200 عندي. تمام، اللي اعرفه ان هي اصلا لستة. والله انا متهيألي لو قلت الليستة يعني الناس هتخض، بس هي اقل من كده لستة، بس معرفش ماشية ازاي في السوق يعني. فالله المستعان، وربنا يلطف بينا جميعا. اي حد عايز ريفيو عن منتج مفصل، انا بعمل فيديو ده على الصبح النهارده الساعه 9 الصبح. انا مطبق. تمام، انا ما بشتغلش استعمال، بس بجيب الحاجات اللي هي غاليه خالص الناس غاوياها. تمام، لو لقيتها استعمال زي ما حضراتكم شايفين الحاله وسعرها كويس جدا، تمام، اجيبها. غير كده لا. تحت امر حضراتكم طبعا.